السلام عليكم. العلوم للصف السادس ابتدائي، صفحة 26. كيف تتكاثر النباتات بالتطعيم؟ يمثل التطعيم أحد طرائق التكاثر الاصطناعي للنباتات. يجيك سؤال بالامتحان: ما هي عملية التطعيم؟ تجاوب تقول هو منا يبدأ الجواب: هو عملية نقل جزء نباتي حي من النبات المراد تكثيره الذي يحتوي على برعم واحد أو أكثر إلى نبات آخر، بحيث يتم ربطهما بشكل محكم لضمان التحامهما معا. يسمى الجزء المنقول من النبات بالطعم، ويسمى النبات الذي يركب عليه الطعم بالأصل. هذا هو جواب السؤال. يجيك سؤال ثاني: ماذا نسمي الجزء المنقول من النبات؟ نسميه الطعم. وماذا يسمى النبات الذي يركب عليه الطعام؟ يسمى بالأصل. هذا أيضا سؤال يجي: ماذا أسمي الجزء المنقول من النبات؟ فالطعم هو، هذا تعريف الطعم، حفظ مهم. فالطعم هو جزء نباتي يحتوي على برعم واحد أو أكثر، ويكون من الأصناف المرغوبة وخاليا من الأمراض. هذا هو تعريف الطعم لحد الأمراض. فعند أخذ جزء من نبات البرتقال مثلا يحتوي على براعم، وتطعيمه على نبات آخر يشبهه فيها الصفات كالنارنج، مثلا تنمو براعم البرتقال وتزهر وتثمر على شجرة الليمون كما لو كانت شجرتها الأصلية. ومن النباتات الأخرى التي تتكاثر بهذه الطريقة نبات اللالنجي واليوسفي. يكون التطعيم على نوعين: التطعيم بالبراعم يقصد به أخذ برعم فقط من نبات ذي مواصفات مرغوبة يراد إكثارها، ويوضع في النبات الأصل من خلال عمل شق بشكل حرف تي ويوضع فيه البرعم، مثل ما تشاهدون هذه الصورة، يشق حرف تي ويضع فيه البرعم. يوضع فيه البرعم ومن ثم يربط الشق الحاوي على البرعم جيدا برباط محكم. تستخدم هذه الطريقة في إكثار الحمضيات. التطعيم بالتركيب: وفي هذا النوع من التطعيم يؤخذ فرع من الساق وتبرى طرفيه كالقلم، أما الأصل فيقطع أفقيا بالقرب من سطح التربة ويعمل به شق عمودي، ثم يوضع الطعم باحتراس في هذا الشق ويربط بعد ذلك مكان التطعيم. وتستخدم هذه الطريقة في حالة تطعيم أشجار الفاكهة التي يصعب الحصول على برعم واحد منها كما في نبات العنب. وهذه الصورة تمثل تطعيم بالتركيب. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.